غيرها كثير. الإمام علي وذكر ذلك أهل السنة والشيعة، يقول لو كسرت الوسادة. معنى كسرت الوسادة يعني عطفتها هكذا وجلست، يعني تكيت كما يقال. يقول لو كسرت الوسادة وجلست لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، ولأقسموا هم والكتب أنني ما نطقت إلا حقا. فوالله ما من آية نزلت بليل أو بنهار أو بسهل أو بجبل إلا أعلم فيما نزلت أو متى نزلت وفيما نزلت. سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله في هذا الصدر علما من يحمله. ما قال في التاريخ الإسلامي أحد سلوني هكذا صح. وزكى نفسه إلا الإمام علي، ولا قالها بعد أحد إلا أحرج. يوسف عليه السلام لماذا قال اجعلني على خزائن الأرض؟ لأنه هو الأهل دون الموجودين لهذه المهمة، والله أوحى إليه بذلك. لذلك الإمام علي قال سلوني، لأنه من؟ النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا هو. ومن أراد المدينة فليأتي الباب، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها، فهو باب مدينة العلم. لذلك حتى الذين ألفوا أن بعض الصحابة خفي عليه بعض الشيء من الدين أو أخطأ، لم يكن الإمام علي في القائمة، فهو أعلم الناس وأشجع الناس بعد النبي وأذكى الناس. صح. هو تربى أصلا، تربى مع النبي، تربى في بيت النبي، صلى مع النبي 7 سنين قبل كل الناس. والحديث عن ابن عباس عند الإمام أحمد في مسنده